حالات كتير او بنات كتير بتجيلي عندها 20 سنة او اقل او في العشرينات عموما، والاقيها عاملة سونار وماموجرام على الثدي. الكلام ده صح ولا غلط؟ بيبقى بنات كتير راحوا لما جالهم اي عرض او اي شكوى في الثدي، اتجهت لدكتور نساء او دكتورة نساء وطلبت منها انها تعمل ماموجرام. الكلام ده خطأ تماما. الماموجرام ممنوع او ما بنعملوش تحت سن ال40 لو مفيش اي مؤشر لوجود كانسر او سرطان في الثدي. ليه بقى؟ ليه الماموجرام ممنوع قبل سن ال40؟ الماموجرام أشعة بتتعمل على الثدي، بتعتمد على الكثافة بتاعت الثدي عشان توضح وجود ورم أو لا. يعني لو الثدي كثيف أو نسبة التليفات في الثدي عالية، بيبقى إنه يبان فيه أي أورام في الماموجرام ضعيفة جدا، وما بيبانش فيه حاجة، وبنلاقي كتلة بيضاء في الأشعة ومفيش أي تفاصيل أقدر أستشف منها أي معلومة تفيدني كدكتور. فبالتالي ما بنعملش الأشعة في السن دوت. لكن بعد سن ال40 بعد الرضاعة والحمل كثافة الثدي بتقل جدا، وبيبقى نسبة الدهون في الثدي بتبقى أعلى كتير من نسبة التليفات، وبالتالي بيبقى كأنه شفاف أو ترانسبيرنت. لما أعمل عليه الماموجرام أبتدي أقدر أشوف وجود أي أورام، ونقدر نكتشفها بدري جدا قبل ما تبقى محسوسة أو قبل ما يبقى ليها أعراض. وعشان كده بنعمل الماموجرام روتين كل سنة عند سن ال40. لكن عمرنا ما بنطلبه روتين في الثلاثينات، وعمرنا ما بنطلبه في العشرينات أو أقل من العشرينات. يعني لما تبقى بنت جاية لي بالأشعة ماموجرام عندها 19 سنة، أنا ما ببصش في الأفلام أصلا، لأن مش هنبقى أخدنا منها حاجة. طب هل ده في ضرر؟ في ضرر مادي، وفي إن أنا أخدت نسبة أشعة على جسمي من غير ما أستفاد منها طبيا، فانا بطلبها ليه. فلو سمحتوا ما نروحش لدكتور النساء لو عندنا اي شكوى في الثدي. ولو اتطلب مننا من اي حد ماموجرام قبل ما يبقى فيه اثبات لكانسر في سن اقل من ال30 سنه، ما نعملش الماموجرام، بنكتفي بالسونار. ولو ما السونار ما اديناش اجابات او لسه في شكوك لاي حاجه، ممكن نتجه للرنين المغناطيسي. لكن الماموجرام مش بنعمله الا لو ثبت وجود كانسر بعد العينه اللي بابره قطع. يا رب اكون افدتكم. معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه.